بالله عليك لا تستغل كل كلمة، والله كل حاجة لسه في ايدك، والله ربنا هيكرمك، والله ربنا هيعوضك، والله ربنا هيجبرك السنة دي. استغل كل كلمة. خلاص. عادي، ربنا يعني ياما بيختبرنا في حاجات. عادي، اللي عدى عدى. اهم حاجة اللي جاي. اللي فات ده، ويمكن على فكرة الموقف اللي انت فيه دلوقتي، الموقف ده يعلمك كتير قوي، ويغير في شخصيتك كتير، ويقوم في شخصيتك كتير، ويعلمك ان الفرص لازم نستغلها. فاللي انت فيه دلوقتي ده صدقني وانا باكد ليك والله هيغير في شخصيتك كتير جدا يعني. هيفرق معاك في حياتك الجايه كلها. ان انت شوف، انت ضيعت مثلا اللي فات كله. اللي فات مات، مالناش دعوه، خلاص الحمد لله اللي احنا فيه، الحمد لله على اللي احنا فيه. ده هيغير في شخصيتك كتير. اولا هيعلمك ان انت تتحط في مواقف صعبه وتكون قدها، وتتحط في مواقف صعبه وتقدر تدير الامور، وتقدر تطلع الحمد لله باللي انت عايزه من المواقف الصعبه. فده هيكون في شخصيتك جزء كويس قوي، يمكن ما كانش موجود قبل كده. فلعل ربنا عمل كده، او لعل اللي انت فيه ده دلوقتي تحوله لميزه، ان هو هيغير في شخصيتك جزء كبير جدا 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 هتستفيد بيه في حياتك. لان حياتنا الجايه كلها، او حياتك الجايه كلها هتعتمد على كده. هتعتمد ان انت هتكون في مواقف صعبه، هتعتمد ان انت تكون في حاجات تتحط فيها، اختبارات حياتيه، اختبارات ايا كان. فبيكون حاجات بتحط فيها اللي انت فيه ده دلوقتي، هيعودك وهيدربك وهيظبطك انت تقدر تتمكن وتدير المواقف دي قدام ان شاء الله في المستقبل. فالحمد لله يا رب، ما تندمش. خلاص اللي فات مات. احنا ربنا مدينا فرصه فهنستغلها ونمشي فيها كويس قوي. والله العظيم ابذل دلوقتي اقصى جهدك، وخش الموضوع تحدي، خش فيه تحدي مع نفسك. ومبدئيا كده كده انا فخور بيك كده كده ان انت بدات دلوقتي واخدت القرار حتى لو متاخر. مفيش مشكله، انا فخور بيك كده كده، وعارف انت ان شاء الله هتستغل الموضوع ده صح، وعارف ان انت قادر كويس جدا ترفع راسي. وعارف ان انت باذن الله باذن الله هتبقى مع الناس اللي هتتكرم اخر السنه. فعشان خاطري، عشان خاطري، ما تقعدش تجلد في ذاتك. اللي فات مات خلاص. تعامل الموضوع بصدر رحب خالص، وتعامل مع الموضوع برحمه، ما تبقاش قاسي مع نفسك. خلاص الحمد لله اللي عدى عدى. الجلد مش هيفيد بحاجه، والكلام اللي ملوش لازم مش هيفيد بحاجه. وما تسمحش حد يفضل خلاص بقى يعني فيك خلاص اللي عدى عدى. ما تخليش حد يحبطك، ولا يقلل من معنوياتك وراحتك المعنويه دي خالص خالص. يعني انت، يعني ما حدش له علاقه يا جماعه. مش اللي انا فيه ده دلوقتي ما حدش له علاقه. خلاص انا باذن الله هقدر ادير الامور، وربنا معايا غير اي حاجه. انما ما حدش يوجه لي اي كلمات لوم. لان كلمات يعني اي حد تحس ان هو بقى يحبطك ويوجه لك بقى حاجات تهبطك، لا ابعد عنه الفتره دي. الفتره دي انت محتاج تكون مع نفسك في خلوه مع الله كده، ومع نفسك انت كل اللي فات ده هتجيبه ان شاء الله. خلاص. وحسن النيه، بس احسن النيه مع ربنا. ان يا رب انا بادئ اهوت وبكل قوه مني وبكل عزم مني، ومحتاج توفيقك يا رب. مع الناس الصادقه دي والله انت ما تعرف ربنا هيعمل معاك ايه. ربنا سبحان الله يعني كريم فوق ما انت تتخيل. اقصى حاجه ممكن دماغك توصل لها ربنا اكرم واكرم 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 كتير كتير. فاعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا، وارمي حمولك على ربنا، وريح قلبك خالص. ما عشان خاطر، عشان انا حاسس بيك في الفتره دي، انا عارف انت في ايه. فعشان خاطري ريح قلبك واشتغل. ريح قلبك واشتغل، ما تفكرش. افصل ده، افصل، خليه في المذاكره بس. انما اللي جاي بتاع ربنا، واللي فات بتاع ربنا مالكش دعوه بيه. خلاص الحمد لله. وعايزكم كده فانت ايه، متفائلين. قلت لك خليك في التلاجة اليومين دول، خليك في التلاجة، وما تشيلش طاجن ستة فوق دماغك قوي. انا عارف ان انت هتبقى متوتر، ودي حاجة طبيعية، بس في فرق بين توتر، في فرق بين ان حضرتك فاقد الامل في الحياة. فانا بعد اذن حضرتك يعني اتعامل مع الحياة بلا مبالاة. خلاص، ما بقاش في فكرة دلوقتي ان انا مش هيفيدني في حاجة، ان انا طب انت تشوف تنصحني بايه، طب انا اعمل ايه، طب انا انصح في ايه؟ ده خلاص فاضل يوم. اتعامل، قلت لك ان انت في الثلاجه، عارف انت اتعامل. مش بقول لك ان انت بالنسبه لك انت معاك الامتحان، انا بقول لحضرتك اتعامل بالهدوء بتاع الاعصاب ده. خلاص تمام. ليه؟ لان انت لو ما اتعاملتش بهدوء اعصاب انت هتتوتر، وفي نفس الوقت مش هتعرف تعمل اللي احنا طالبينه منك، وفي نفس الوقت مش هتعرف تركز. يعني في النهايه هي خساره من كل الجهات، خساره نفسيه وخساره ماديه للي انت هتعمله، مش هتعرف تحصله اصلا. خلاص يا جماعه، استعين بالله بقى كده، استعين بالله بجد. عارف انت اللي هي استعين بالله، مش اللي هي ونعم بالله ماشي خلاص وتزيد كده تقول لي الله احنا مالناش غير ربنا. ايوه احنا مالناش غير ربنا، ما دي حقيقه فعلا. خلاص، فانت استعين بالله اللي انت يعني ايه، بالليل كده قبل ما تنام ركعتين كده ادعي فيهم باللغه بتاعتك بدون تجميل. لو انت شاطر في اللغه العاميه قوي اتكلم باللغه بتاعتك، اتكلم باللغه بتاعتك البسيطه. خلاص، عادي، استعين بربنا جامد، ادعي على قد ما تقدر.
وعلى فكره في عندنا للاسف في سلاح منسي عندنا احنا كبشر، الا وهو سلاح الدعاء. والله ان احيانا الرجل بيبلغ بدعائه ما لا يبلغ بجهده، بجد والله ده كلام بجد. ونقطه مهمه بقى، الحج والحجه، والله سر كده، سر في الحياه من ضمن الاسرار الخفيه، ان انت لو اكتشفتها المفروض ما تقولش لحد على السر ده. انا لما احنا كلام بعيد، بابا وماما طول ما هم راضيين وبيدعوا بتلاقي كده الحياه وانت ماشي عماله تتفتح كده معاك، يقول لك يا عم مش ده اهبل وبينجح كده، هي دي اهبل وبينجح كده، دي كده في سر في الموضوع. خلاص، فانت السر ده الحج والحج، لو ربنا مبارك لك فيهم موجودين ما ينفعش. ومش الدعاء بتاع اللي هم ايه يا ابني انا بحبك فبدعي لك، لا هم حرفيا يبقوا بيحبوك مش عشان خاطر الدراسه، هم بيحبوك بجد، اللي هو ايه، اظهر لهم بر، اظهر لهم بر، واظهر لهم قد ايه انت بتسترضيهم. مش شرط اليومين دول يعني، عامه في حياتك والله ما شفتش حد في حياتي بيعق او بيعمل عقوق مع اهلي، او بيعامل اهلي معامله قاسيه او فجه، او بيرد عليهم، او اهله مش راضيين عنه بنسبه 100% والحياه سالكه معاه. شفتش في حياتي، شفتش قد ايه لو مجتهد، والله يا ابني ما شفتها، ما قابلنيش في حياتي اصلا النموذج ده. تمام خلاص، فيلا عشان لو حضرتك هتلحق تنام او لو حضرتك تلحق تذاكر، يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وانت بتدعي النهارده ما تنساش تدعي لي، ما تبقاش بخيل يعني، وانت بتدعي كده النهارده كده دعوه كده ولا حاجه ليا ولا دعوتين، بايه باللي يجي منك، اي حاجه تيجي منك زي العسل. خلاص، يلا سلام عليكم.